تبقى دابين فوق جبوب الفوق تبقى جبوب الفوق اوه هاي تحالي مدوينها قلنا كم بيشاكو بيه دقرن زرار الأمن بيه للدولتين لتشتكي بياسو حالي ما أبي هر بياسو تقى حالي ما أبي حتى عود الميكتي الآب شيورها يا مشتويات رجال برنامج ساعات يكيد حتى انا هم سرنا قاني بياس وتقياي سالم تشيدك نوتا سالم تشكر بنا ذات ورندو وحاليا مدبين النام كان دركبنا حشا منتو لوابو ابات حاليا مدبين حتى حشا كوتشك جنا بابيدن يشي ما زور هر ما كي وري بفي شي ما برزوري وخدي دهتون كيام العديكت ايمي حيواني من العديكت ابا انا عدالتي والله مغدور هاري كان رجع وادي بخدي حيواني ما برشي ما نا كاما نا ايما نا تشتغما انا زاروكي من ما كان دركب حوشي اما دندرد محصول ماني امن انا ما بري خبدن كنت بخدي بلكي 350 من تشكي ما يعلو كومريشكا قشت عبر عبيد شون ابا هند بيني تشاوي براجي نا قشت بيني كده وانا باشوت كوبي راجوت قش ام دخازن تشتكي زي بياسور بكن خالجي تشتكي نقهر وشاري ابسر بتخيل ام بريشان وري نابي نا تين وي اجبر اطفائي بشين وي سوريتا بقرو هركا كيف سرمداتي حتى انا اسي شرا شون بياسو حتى مواناني ايه كامي تشكات دينا بياسو قيزام كامي دربشات دينا بياسي بين حالنا بعض ام شاوي دي برابي ايه يا بوت الدورة من نرى دورة ما قش بوي آب أم بشاش ماد بن عابد مانه حيواني ما قش تلفون أم زور دور ميدانه ما وري نابي أشار يا بياس بتر ما بيشكي بتاخ وري بك قيمة قوش بفن أنا اشتاش مكان زي حجاج تشيل مشكلة ما مريشكلة ما قش فتسني علوكة ما قش فتسني إيد برا غير شوني ها بدهم شن حمام بقول زي إيه بدهم يعني ما بياسو تقية ولا تسأل وق إيسال نبويا بشن جار تقفة جاري أم محبوني أفضل رجعها قرعام جدود الشيار مرانا كتل ساعات يكي شفيت بري يكي تقياي خلا بنت الحوشيت بيني حيا خانية حيوان أنا كايا ماما أنا إيمي حيواني ماما إيرو لحد وياني ولا هو زي ما ببروش ما إيرو لحد وإيرو ببرا قدي كام شاب كمل بري خفبك أيوة بس برا بيت شو خانية آب ليه هاتي آب هات ندر وخاني شو خواري çok مش بوي Bahçemiz su olmuş, bahçeye çıkıp oynamıyoruz. Her bölüm قرأت كيس يبوك يغنى
أنا هذا غراجي ما قال لي كذا جانا أبتها هذا نقول جانا تشوفوا أنا هذا سنة حيواني مثل وزرای مشیوی پوزگامت ولتم خانی مگزاردیش مسئولیت کرد. باش بنابید می. Saat dün bir civarlarında beyaz su borusu patladı. Beyaz su borusu patladığından sonra biz hemen ekipleri aradık, Marsu birimlerini aradık. Marsu birimleri şunu dedi, biz ta Mardin'den Nusaybin'e gidip vanaları kapatmamız gerektiğini söyledi. O 1,5 süre zarfında zaten bütün su köyün hem arka tarafından hem de bütün köyün diğer yerlerine su taşmaya başladı. Hayvanlar telef oldu, hayvan yemleri hepsi sular altında kaldı. Şu anda gördüğünüz gibi evin bir 2-3 defa böyle devam ettiği zaman, tekrar boru patladığı zaman evler su altında kalıyor. Bu da temelin girmesine sebep oluyor. Bir 3-4 sefer tekrar yaşandığı zaman bu evin yıkılmasına da sebebiyet verecek. Acil önlem alınması gerekiyor. Bu hat sürekli patlıyor ve tekrar bu hattın yeniden gözden geçirilip tekrar güzel bir şekilde hattın tekrar çekilmesi gerekiyor.